بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا في مصر كائن غريب جدا اسمه كائن سواق الميكروباص. يعني كائن سواق الميكروباص ده مش عارف، يعني مش عارف ماله. هو دايما يعني تقريبا سواقين الميكروباص كلها اللي في مصر متجوزين نفس الست اللي منكده عليهم عيشتهم كلهم، بيطلعوا ده عليه ده. يعني مثلا اوعى تقولي سواق ميكروباص لو سمحت يا اسطى على جنب انا نازل هنا، اوعى. صدقني الكلمه دي بتنرفزه جدا. انا مره مثلا ما كنتش اعرف، فعادي يعني بقول له لو سمحت يا اسطى على جنب انا نازل هنا، فلقيته قام باصص لي كده. قلت له على فكره انا بهزر انا بهزر يعني براحتك، يعني وقت ما تقف هنزل عادي. بعد كده بقى في عمر بيضيع، يعني في عمر بيضيع في المواصلات عندنا في مصر. يعني انا مثلا بركب، يعني مره مثلا ركبت وانا في ثالثه اعدادي تمام من مدينه نصر، وصلت رمسيس وانا في اولى ثانوي عادي جدا. وبعدين بيحصل يعني ممكن يحصل علاقات في الميني باص مثلا. يعني انا في اتنين بيركبوا مش عارفين بعض، ولد وبنت، ممكن يتعرفوا ويحبوا بعض ويتجوزوا ويخلفوا. يعني حضرت اسبوع مره في الميني باص، انت فاهم. وبعدين بقى يعني بيبقى عندهم حماده كده 5 سنين وهم نازلين مثلا، بينزل على طول من الميني باص على كي جي 1 على طول بيقدموا له في المدرسه. فمش كده يعني. وبعدين يعني انت بتاع يهدى علينا شويه، يعني انت تبع المفروض تحببنا. يعني انا مثلا بلاقي واحد مثلا يقول لي سكر بقى والعباسه والمكرم طيران وصلاح سالم. انت كرهتني في المنطقه، يعني انا لو رايحها مش هروحها بعد اللي انت قلته ده، صدق. فمش كده يعني، مش كده. وبعدين دايما بتلاقي اغاني في اي ميكروباص، او انت مش سامع حاجه، يعني انت مش سامع كلام بس انت سامع موسيقى بتخلي دماغك عامله كده، انت فاهم، تلاقي نفسك كده شغال كده مع نفسك. فمش كده يعني، نهدى شويه، نهدى شويه يعني، نهدى شويه، عرفنا. لا حول ولا قوه الا بالله.